متوفر في السوق، يعني أسعار في متناول الجميع. ما نطولش عليكم. المقادير باش نصبر القرص واش لازمتني نوجد كمية من القرص. هالكمية من القرص تكون مليحة، تكون جيدة جدا، أي بمعنى الحبات تكون قاسية وما هيش مجروحة. هذا هو المطلوب باش نحب نصب القرص. ما هيش نشوف الحبة المزرورة والطرية والريحة تبدا تفسد، ولا ربما نقدر نقول انا فاسدة شوية، نحي منها الجهة الخامجة والجهة المليحة نصبرها. لا، اذا حبينا نصبر القرص نختار الكمية من الحمضيات تكون جيدة جدا، أي بمعنى تكون الحبات يكونوا قاسين وما هيش مجروحة، الحبة تكون ما هيش مجروحة. كذلك نوجد شوية ملح. شوفوا ما أسهلها أو ما أبسطها. حبات قرص يكونوا ملح قاسين نظاف مغسولين باهيين، ما مش مجروحين، ونوجد شوية قرص. هذه هي. أما كيفاش نبدأ نوجد؟ نغسل هالحبات طبعا، وأكيد هذه طبعا راح ندخل مباشرة في طريقة التحضير. قلت نغسل الحبات نتاع القرص مليح، وهذه الحبات نحطهم في كاكوط. نجيب كاكوط نحط فيهم الحبات نتاع القرص، هذا أول شيء. من بعد نفرغ عليهم الماء في ربما راكم تتساءلوا، كاين فيكم البعض اللي راهو يقول ويطول علينا واحنا فاهمين باللي يتحط في الكاكوط وكذا وكذا، لكن انا حبيت نوصل الكلام نتاعي يوصل للكبير والصغير والكل يفهم عليا. قلت نحط الحبات نتاع القرص في الكاكوط، طبعا بعد ما نغسلهم وننظفهم. بعد ما نحط القرص هو الاول، ثم بعد نفرغ عليه الماء باش نتاكد انه الماء غطى الحبات. ما واش ندير الماء هو الاول ومن بعد ندير الحبات، لا، نحط الحبات ومن بعد نفرغ عليهم الماء باش نتاكد انه الماء غطى الحبات نتاع القرص. نزيد شويه تاع ملح، يعني قدر العين الميزان، ونفرمي الكاكوط نحطها على النار، نبقى نراقب فيها. نفرمي لها الصفارة نتاعها ونغلق المقطع ونركب لها الصفارة نتاعها نتاع الكاكوط. كي تبدا الصفارة نتاع الكاكوط تصفر نبدا نحسب. كي تبدا الصفارة نتاع الكاكوط تبدا تصفر نبدا نحسب. ماهوش نحسب ملي حطيت الكاكوطة فوق النار او فوق الطابونة او فوق الغاز، لا، حطيت القرص في الكاكوط، فرغت عليها الماء، اتغطى حبة القرص، اغلقتها، ركبت لها الصفارة تاعها، حطيتها فوق النار، خليها، ما نبداش نحسب. تبدا تعيط الصفارة تاع الكاكوط. كي تبدا تصفر نبدا نحسب 12 دقيقة 12 دقيقة قد كي تخلص 12 دقيقة نطفي على النار ونخليها كيما راهي حتى يبرد. من بعد نفرغهم في بولارات، طبعا نتكلموا على الحبات نتاع القرص، والماء اللي طاب فيه 12 دقيقة. كذلك نغلق البولارات مليح ونحطهم بعد ما يبردوا قلت، ونحطهم في الفريشيدير وبالتوفيق. لكن في الملاحظة هذه هي ملاحظة مهمة. إذا كان حبيت يا أختي الكريمة، أو إذا حبينا احنا، إذا أردنا أخذ حبة أو اثنين، لأنه أنا متأكد أنه في كثير من مستمعي إذاعة بسكرة من كثير من الدول الصديقة والشقيقة، لأنه نتكلم بالعربية الفصحى وبالدارجة. قلت إذا أردنا أخذ حبة أو اثنين للاستعمال، ثم لاحظنا أن الكمية المأخوذة بقي منها سواء حبة أو نص. إذا كان خرجنا 4 حبات من البولارة وإحنا استعملنا 2، بقاو لنا 2 هذوك ما يلزمش نرجعوهم. إذا كان خرجوا خلاص. الكيفية اللي نتكلم عليها البولارة بعد ما نحطوها فيها وبعد ما تبرد نحطوها ونخبيوها في الفريشيدير غدوة بعد أسبوع 2، إذا نقدروا نخرجوا منها ما يخلصش نرجعوا لها.
البلارة هذه او العلبة هذه نهزوا منها وما نرجعوا لهاش. احنا عارفين واحنا نحتاجوا حبة نهزوا حبة، عارفين واحنا نحتاجوا زوج حبات ما نخرجوش ثلاثة، لو نخرجوا زوج حبات نستعملوا حبة، الحبة هذيك ما نقدروش نرجعوها نرميوها مباشرة، يعني لو كان نرجعوها راح تخسر كلش. هذه الملاحظة تاعي، نتمنى لكم التوفيق مرة أخرى، نتمنى لكم النجاح.